بهالفيديو رح أحكي عن شروط الحصول على الجنسية الألمانية وعن شروط خلال دراسة طلب الجنسية، وآخر شي رح أحكي عن قانون الجنسية الجديد. بالنسبة لشروط التقديم على الجنسية الألمانية فلازم كل الشروط تحققهم لحتى تقدر تقدم طلب التجنيس، وهن أول شرط لازم تكون مقيم بألمانيا لمدة 5 سنين على الأقل، بس في حالات خاصة ممكن تخولك تحصل فيها على الجنسية الألمانية بعد 3 سنين، مثل إذا كنت متزوج من حدا حامل الجنسية الألمانية، أو إذا عندك اندماج بشكل عالي، يعني مثلا تعلمت اللغة الألمانية بسرعة، اشتغلت بشكل مستقر وما أخذت مساعدات وعملت أعمال تطوعية. بس هذا الشيء بيرجع لتقييم الموظف، ولازم يكون عندك كمان إثباتات لهذا الشيء مثل أعمال تطوعية وشهادات علمية. تاني شرط هو إنه لازم تكون هويتك وجنسيتك مثبتة رسميا عند الدوائر الألمانية، وما يكون في أي شك بهويتك أو أوراقك، يعني مثلا يكون عندك جواز سفر من بلدك وشهادة الميلاد من بلدك الأم. وثالث شرط هو إنه يكون معك لغة ألمانية مستوى B1 على الأقل، ويكون معك شهادة بهذا المستوى. ورابع شرط إنك تكون ناجح باختبار Einbürgerungstest أو الفحص السياسي، ويكون معك شهادة لهذا الشيء. وخامس شرط إنه ما يكون عندك جرائم أو محكوميات في ألمانيا أو خارج ألمانيا. وكمان من الشروط إنه ما يكون عندك أكثر من زواج بنفس الوقت حتى لو كان خارج ألمانيا، يعني ما يكون عندك تعدد زوجات، لأنه القانون الألماني ما بيعترف بتعدد الزوجات، وهذا ممكن يسبب رفض مباشر لطلب التجنيس. والشرط الأخير هو إنه يكون عندك دخل مادي ثابت، وما تكون عم تأخذ مساعدات من الجوب سنتر أو السوسيال. بالنسبة لشروط مع التقديم الجنسية، هلأ في بعض الشروط أو النصائح يلي لازم تتبعها لحتى ما يجيك رفض أو تطول دراسة ملفك. أول شي خلال فترة دراسة الطلب لازم تحافظ على وضعك القانوني، يعني ما ترتكب أي مخالفات أو جرائم. وتاني شي لازم تبلغ مكتب الأجانب الأوسلندر تبعك في حال تغير أي شي بوضعك، يعني مثلا إذا تغير راتبك أو انفصلت عن الشغل أو غيرت شغلك أو اجتزت البروبت سايت بالشغل تبعك، أو إذا تجوزت أو إجاك مولود جديد أو غيرت عنوانك. كل هدول لازم تخبر فيهم الأوسلندر بهوردر، يعني كل شيء بيتغير بحالتك الاجتماعية أو المالية أو القانونية لازم تخبر الأوسلندر تبعك بهذا الشيء، أو يمكن يسبب لك مشاكل في حال أنت ما خبرت الأوسلندر بهوردر تبعك. وأي تغيير سلبي على ملفك أو على وضعك ممكن يطول دراسة طلب ملفك أو يسبب رفضه، يعني مثلا إذا انفصلت عن العمل وما حصلت على عمل بديل لفترة طويلة فاحتمال كبير أنه طلبك ينرفض. هلأ بالنسبة لمشروع قانون الجنسية الجديد، فمثل ما بتعرفوا حاليا الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة ميرتس عم تدرس وتناقش قوانين جديدة يلي رح تصعب حصولك على الجنسية الألمانية. يعني مثلا طرحوا فكرة أنه يرفعوا مستوى اللغة الألمانية للبي 2 بدل البي 1، أو زيادة فترة الإقامة ل8 سنين بدل ال5 سنين. وحتى كمان حابين يرفضوا تعداد الجنسيات، يعني إذا بدك تحصل على الجنسية الألمانية لازم تتخلى عن جنسية بلدك الأم. بس لحد الآن ما صدر أي تعديل رسمي، وهي كلها نقاشات ومقترحات عم تنطرح بالبرلمان، ولسه ما تم التصويت عليها أو إصدار قوانين جديدة. يعني حاليا الشروط القديمة ما زالت سارية، لكن يلي عم يفكر بالجنسية يفضل إنه يقدم بأسرع وقت قبل ما يصير أي تغيير فعلي. في حال عم تقدموا للجنسية وحابين تعرفوا كيف تعبوا طلب الجنسية بالطريقة الصحيحة، فالفيديو السابق كان عن تعبئة طلب الجنسية الألمانية، إذا بتحبوا شيكوا على الفيديو. وفي حال عندكم أي استفسارات أو تعليقات بالنسبة للجنسية الألمانية وشروط الجنسية الألمانية فاكتبوها بالتعليقات، وإن شاء الله بجاوب عليكم بأقرب وقت. ولا تنسوا تدعموا القناة بلايك واشتراك.